سيناريو اللقاء هي المشاعر قبل انطلاق المباراة. ففعلا المباراة قبل انطلاقتها حضورنا بالباص إلى الملعب والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة اللي نسمعها من خارج الملعب، كان ليست الجماهير القطرية هي اللي تشجع، كانت حتى الجماهير المقيمة في قطر هي كانت تشجع. فسمعنا هذا الصوت اللي صراحة أعطانا دافع قوي كبير أن نفوز في هذه المباراة. يعني يمكن نقول لك لا خطط تكتيكية ولا فنية، يعني الحماس الكبير اللي حصلناه من الجماهير، هذه النقطة. في المباراة الأولى هي أمام المنتخب العماني. المنتخب العماني كان فريق غامض، فريق قوي، ليس بالسهل في هذه المباراة الأولى. أنت كيف تستطيع أن تحصل على أول، يعني آنذاك كان نقطتين وليس 3 نقاط. ففعلا كانت المباراة كمشاعر أن يا أحمد هي بداية مشوار للمنتخب القطري ولك شخصيا، أن تكون حصولك طبعا على كاس خليج مع فريق. فكانت مباراة قوية. كان الفريق مصر، المنتخب القطري اللاعبين كنا نجلس في الفندق، كان عندنا اصرار هي المفتاح البطولة هي المنتخب العماني. ففعلا استطعنا أن نلعب في هذه المباراة. كانوا هناك نجوم بمعنى الكلمة، سواء كان خط الدفاع أو كان خط الوسط أو كان في خط الهجوم، لأن هناك كان مزيج من لاعبين الخبرة بين، لما نتحدث عن عادل من الله ومبارك سالم ويوسف العدساني، كان هذول النجوم مخضرمين. بالإضافة انضمينا كلاعبين منتخب أولمبي مثلا مبارك مصطفى وعادل الملا وزامل الكواري. فهذه شيء عملت خلطة للمدرب أنه استفاد منها في هذه البطولة طبعا.